قال ابن كثير: ثم خرج جعفر، وهذه الهجرة الثانية، خرج جعفر ابن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا 80 رجلا، ولم يذكر النساء، وكان عدد النساء 18 امرأة، فكان عدد الرجال نيفا 80، أي أكثر من 80، 1 أو 2 أو 83 رجلا، وعدد النساء 18 امرأة. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري، أبا موسى الأشعري، لأن أبا إسحاق سرد أسماء الذين هاجروا في كتابه السيرة المعروف، السيرة النبوية، سرد أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة، وذكر منهم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال ابن كثير منتقدا ابن إسحاق، قال: وما أدري ما حمله على هذا، وما أدري ما حمله على هذا، يعني ما الذي حمل ابن إسحاق أن يعد أبا موسى الأشعري من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة؟ قال: لا أدري ما الذي حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي. والواقدي من المؤرخين القدامى ومعروف في التاريخ، ولكنه متهم في رواية الحديث، بل إن الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان قال: استقر الإجماع على وهن الواقدي، استقر الإجماع على وهن الواقدي، على ضعفه وعدم الاحتجاج بما يرويه. وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة، هاجر من اليمن موطنه إلى الحبشة، ليست هجرته كما ذكر ابن إسحاق من مكة إلى الحبشة، وإنما من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، لأنه لقي يعني جعفر في الحبشة وبقي معهم هناك، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته، أي أبي موسى رضي الله عنه. وقوله في الصحيح أي البخاري ومسلم، والحديث في الصحيحين، الحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم. لكن روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في دلائل النبوة وصحح إسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة، ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي نحن نحو من 80 رجلا، وذكر منهم أبا موسى الأشعري، وذكر منهم أبا موسى الأشعري. ثم ذكر الحافظ الإشكال، ذكر الحافظ الإشكال ووجه الجمع بينه وبين ما جاء في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، ويمكن مطالعة ذلك في فتح الباري لابن حجر في المجلد 11 صفحة 189. قال: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي، إلى مملكة أصحمة، ويقال مصحمة، وهي كلمة حبشية قيل معناها عطية، عطية تعني معنى العطاء والسخاء والكرم. قال أصحمة، وهذا اسمه أصحمة. والنجاشي هذه تعدل كلمة ملك، وتعدل أيضا كلمة قيصر عند الروم، وهرقل عند الفرس،
فهي تعني ملك. النجاشي تعني ملك، يعني من كان في ملكا أو واليا على أو حاكما على البلد يقال له النجاشي. على كل ملك تطلق لقب على كل ملك. وأما اسمه أصحمة، وقيل أن معنى أصحمة أي عطية. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، وكان له من اسمه نصيب. اسمه أصحمة بمعنى عطية، يعني صاحب كرم وعطاء. فأكرمهم وآواهم فكانوا عنده آمنين. ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وتحقق فعلا هذا الذي أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فعاش الصحابة رضي الله عنهم عنده آمنين. ثم إن هذا الأمر لا شك أنه يؤذي كفار قريش أذى شديدا، لأن الحبشة ليست ببعيدة عن مكة، وليس بينها وبين مكة مسافة طويلة إلا البحر ومسافة قصيرة من البر، فليست ببعيدة. فخاف المشركون أن يكون لهؤلاء قوة وشوكة ومكانة يحصل لهم منها ضرر فيما بعد، فبدأوا يحتالون في طريقة يعيدون فيها هؤلاء المهاجرين إلى مكة ليعودوا إلى التعذيب والنكال والأذى في محاولات لفتنهم وردهم عن دينهم. فاختطوا لهم خطة بأن يرسلوا إلى النجاشي بالتحف والهدايا تقدم له وتقدم للبطارقة الذين حوله، ثم يطلب منه أن يأمر بإعادة هؤلاء إلى بلدهم. وأوفدوا 2 من المشركين للقيام بهذه المهمة. قال فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي. وعمر كان معروف بالدهاء من دهاة العرب، معروف بدهائه، ولهذا اختاروه مع عبد الله بن أبي ربيعة، ومعهم الهدايا والتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم. وأيضا أوصوه أن يذهبوا أولا إلى من حول النجاشي من البطارقة فيقدموا لهم الهدايا، ثم يخبروهم بما جاءوا لأجله، ويقولون لهم أننا سنطلب من النجاشي أن يعيدهم دون أن يستفصل معهم أو أن يستدعيهم فيعرف ما هي عقائدهم وماذا ينتحلون. سنطلب من أن يعيدهم رأسا فأيدونا على ذلك. فوافق هؤلاء وقالوا أبدا عند النجاشي نؤيدكم. فجاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقدم له التحف والهدايا وقبلها منه، ثم عرض عليه حاجته. فقال البطارقة الذين حوله نعم، يعني سلمهم ويعودون وأهلهم أدرى بهم، وهم يحملون دينا لسنا عليه وليس أيضا أهلهم عليه، جاءوا بدين جديد فلا يحتاج أن يبقوا عندنا، يعودون إلى أهلهم أدرى بهم. فأبى إلا أن يحضرهم وأن يستمع إلى ماذا عندهم وما هي العقائد التي يعتقدون والدين الذي يدينون به، وفي ضوء ذلك ينظر. قال هؤلاء في جواري ولا يمكن أن أتخلى عن الجوار حتى أنظر إذا كان الذي عندهم فعلا باطل ويمكن أن نأمر بخروجهم. فطلب أن يحضروا عنده، وهذا ما لا يريده عمرو
ابن العاص ولا يريد أيضا كفار قريش، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. قال يقولون لما ما استجاب، لما لم يستجب النجاشي لهم في طلبهم، قال أنت ما تعرف ماذا يقول هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد من عباد الله، لا يقولون مثلكم إنه ابن الله، لا يقولون إنه ابن الله. فطلبهم مرة ثانية فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلوات الله والسلام عليه ورضي الله عن جعفر، فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى، ما الذي تقولون في عيسى؟ والصحابة لما استدعوا المرة الثانية من قبل النجاشي في هذه القضية تحديدا تشاوروا ماذا يقولون، فقالوا أبدا، يعني لا نقول إلا ما ندين الله به، وما عرفناه من ديننا في عيسى لا نزيد على ذلك. فتلا عليه جعفر سورة كافها يا عين صاد، فلما فرغ جاء في الرواية أنه قال نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم العذراء، هذا الذي نقوله في عيسى. فلما فرغ جعفر من كلامه أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ما زاد على ما في التوراة ما زاد عليها ولا مثل هذا العود، يعني مطابق لما جاء في التوراة. فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم كلمة حبشية بمعنى أنتم آمنون في أرضي، لا أحد يعتدي عليكم ولا أحد ينالكم بأي أذى. من سبكم غرم أو غرم، من سبكم فضلا عن أن يؤذيكم أو أن يعتدي عليكم، من سبكم من تعرض لكم بسب نغرمه. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني، لأنهم جاءوا بتحف وهدايا، قال والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يعني جبل من ذهب. هم جاءوا معهم بجلود، وكانت النجاشي يعجبه الجلود الأديمة الذي مكة، فقال لو أعطيتوني دبرا من ذهب، ما هو جلود وأشياء أخرى، لا دبر يعني جبل كامل كله ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهم هداياهما، ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها، بشر خيبة وأسوأها. وسبحان الله، وهذا يأتي معنا لعله لاحقا، عمرو بن العاص رضي الله عنه إسلامه كان على يد النجاشي، إسلامه كان على يد النجاشي، لأنه بعد الأحزاب، بعد معركة الأحزاب تكلم مع بعض قومه وقال إن أمر هذا النبي بدأ يظهر وبدأ يكون له تمكن، فما رأيكم لو نهاجر إلى الحبشة عند النجاشي ونبقى هناك، فإن ظهر عليه قومنا رجعنا إليهم، وإن ظهر ننظر أمرنا هناك. فذهب والتقى عمرو بالنجاشي فنصحه النجاشي في الإسلام، وجاء في بعض الروايات قال تبايعني على أن تسلم، فبايعه على الإسلام. وكان يعني حتى قيل في ترجمة عمرو بن العاص أن إسلامه أول ما كان على يد النجاشي، وهو الآن يذهب متصدرا قريش لإعادة هؤلاء الضعفاء الذين عنده إلى مكة، ويحتال ويمكر حتى يعودوا إلى مكة ليعذبوا، ويشاء رب العالمين أن يسلم، ويشاء رب العالمين أن يسلم. عدو وعداوته شديدة للإسلام ومكره شديد بالمسلمين، ويحتال ويدخل معارك ضد المسلمين، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يسلم، وأن يعظم أثره أيضا في نصرة الإسلام ومؤازرة النبي الكريم
عليه الصلاة والسلام.